السلام عليكم. وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة تحديدا الأيام اللي فاتت، يوم الاثنين اللي فات، تصدرت وسائل البحث الاجتماعي ريم الرياحي، الممثلة التونسية المعروفة واللي زي ما بيقولوا بيحبوها جدا. هنقول مين هي ريم الرياحي، ولكن تصدرت مؤشرات البحث الاجتماعي في الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة، وده بعد ما كما يقال إن جوزها ضبطها وهي بتخونه على فراش الزوجية. طيب، ريم الرياحي هي ممثلة تونسية مواليد 77، متزوجة من مخرج تونسي عايش في فرنسا اسمه مديح بالعيد. عندهم 3 أطفال. زي ما بيقولوا كده جمالها وحسنها ولبقتها هي اللي ساعدتها ان هي تنتشر في الوسط الفني التونسي تحديدا، والناس على فكرة بيحبوها جدا هناك واصبحت ايقونة للفن كما يقال. يوم الاثنين اللي فات تداولت مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا في تونس انباء عن ضبط وتوقيف ممثلة تونسية بعد اتهامها بخيانة زوجها على فراش الزوجية. ده الخبر اللي كان نازل على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان صعب شوية، وخصوصا ان هي ايقونة وممثلة مشهورة ومعروفة في البلد دي. المهم، مؤشرات البحث تصدرت في الموضوع ده، كله كان بيدور على مين هي ريم الرياحي، اصلها وفصلها وجوزها وشغال ايه وشغالة ايه والاعمال اللي عملتها، والفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لزوجها المخرج اللي نزله لها. حاجات كتيرة كانت الناس بتدور فيها، ولكن في المجمل اتصدرت الممثلة المشهورة مؤشرات البحث. المهم، زي ما بيقولوا كان في فتور في العلاقة الزوجية ما بين زوجها وما بينها، طلبت منه الانفصال أكتر من مرة ولكن هو رفض، ولكن هي برضو كانت مصرة على إن هي تنفصل عنه برغم إن هي في وجود 3 أطفال ما بينهم وما بين بعض. في الفترة الأخيرة زوجها زي ما بيقولوا البعض، وبرضه الحقيقة زي ما بنقول، تاهت وسط الناس وتاهت وسط الأحداث. بيقولوا إن جوزها حط لها كاميرات مراقبة جوه غرفة النوم بتاعتها، وسجل لها فيلم تسجيلي كامل لعلاقة غير شرعية ما بينها وما بين واحد صاحبه زي ما بيقال، وبعض الناس تانيين بيقولوا إن هو مش صاحبه ولكن هو عاشقها. الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بيقول ان ممثلة مشهورة خانت جوزها المخرج على فراش الزوجية بتاعه. المخرج ده عايش في فرنسا ولكن بيقيم في حي من الاحياء في العاصمة التونسية. بعدها على طول بساعات قليلة طلعوا المغردين او الناس على وسائل التواصل الاجتماعي كلهم ربطوا الاحداث وقالوا ان الممثلة دي هي ريم الرياحي، زوجة المخرج فلاني الفلاني اللي عايش في فرنسا وعايش اديله فترة كبيرة ولكن بيقيم اصلا في تونس في نفس المكان المذكور ضبط الجريمة دي. برضو الناس بتقول على وسائل التواصل الاجتماعي ان هو المخرج ده زرع كاميرات المراقبة كلها في غرفة النوم، وعمل فيلم تصويري كامل او تسجيلي كامل لخيانة زوجته على فراش الزوجية، يعني على سريره. الموضوع صعب شوية، وخصوصا ان هو في حد كمان مشهور. ما علينا، هنتكلم لكم على الخبر بصفة عامة وبعد كده نتكلم عليه او نحلله واحدة واحدة. كما يقال بعدها على طول بساعات تم ضبط الزوجة الخاينة مع صديقه او مع صديقها في حالة تلبس كامل، وبعدها على طول قالوا بايام قليلة او بيوم على طول يعني تحديدا يوم او 2 ان هي طلعت بعد كده على طول واتبرأت من التهمة اللي كانت متوجهة لها. دي رقم 1. رقم 2، كما يقال برضو على الصحف التونسية ان الشخص ده او اللي كان بيجاورها او اللي كان بيعاشقها ايا كان المسمى اللي احنا هنسميه، كان في الوقت ده معاها اتحبس بتهمة ان هو كان شارب مخدرات في الاوقات دي. يعني هي طلعت من المحبس وهو دخل المحبس بسبب تناوله المخدرات، ورفع عليها بعد كده زوجها اللي هو المخرج التونسي رفع عليها دعوى زنا. ده الموضوع ببساطة شديدة جدا. حقوقيين طلعوا وقالوا ان الكلام ده كله غلط، بعض المحامين الكبار طلعوا قالوا الكلام ده كله غلط، التوانسة نفسهم بيقولوا ان الكلام ده كله غلط وما ينفعش يقول كده على ايقونة احنا بنحبها
تحديدا في تونس. خلينا نحلل الخبر ونقول واحد نقطة نقطة. أولا، حضرتك سمعت إن مراتك بتخونك أو زوجتك مع عشيق غير حضرتك. الكرامة والنخوة والرجولة بتقول إيه؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، حضرتك عايش في فرنسا، أيا كانت الدولة اللي أنت عايش فيها، دولة أوروبية، ما أعتقدش برضو إن النخوة والكرامة راحت من عندك. أنت راجل عربي في المقام الأول، تونسي، جزائري، مصري، إماراتي، كويتي، سعودي، مغربي، أيا كان، أنت رجل عربي. يعني في المجمل راجل المفروض يبقى عندك نخوة وكرامة. لما تسمع حاجة عن كده زي مراتك، طريقة المعالجة بتاعتك هيكون فيها إيه؟ أولا، التأكد من الشك، يعني اللي أنت لو شكاك أو بتشك في حاجة معينة، المفروض اللي أنت تتيقن 100% إن زوجتك دي بتخونك ولا لأ. دي رقم واحد. رقم اتنين، سمعت واتأكدت إن هي كمان بتشك، أيا كان العلاقة الغير شرعية اللي المفروض مع صاحبك. المفروض إن أنت بتقول إن أنت دخلت عليهم واستعنت بالشرطة التونسية ومسكتهم هما الاتنين مع بعض. أعتقد مفيش حد راجل هيعمل حاجة زي كده. فضيحتك هتبقى لنفسك مش ليها أكتر ما بتكون ليك أنت. يعني برضو العقل بيقول إن أنت لو دخلت عليها وعرفت إن في حد عشيق معاها في الوقت ده، مش هتسكت ولازم تاخد حقك منه ومنها في نفس الوقت، ولكن تستعين بصديق، هي دي اللي فيها شوية ريبة. نقطة كمان هنتكلم فيها، الشرطة طلعتها وخرجتها وأثبتت إن هي مفيش علاقة كانت مع حد، وكما يقال في بعض المصادر الصحفية التونسية إن هي لما اتمسكت أو لما بلغ عنها ما ضبطتش مع حد، يعني ما كانش حد معاها في نفس الوقت ده. برضو الأمر غريب شوية. طيب، النقطة شوية اللي هي مش مفهومة، هو في حد بالفعل اتمسك واتسجن واتحبس ولا لأ؟ دي اللي احنا مش عارفينه لغاية دلوقتي. وبرضو المصادر الصحفية ما بين مؤيد ومعارض، يعني ناس بتقول اتمسكوا بالفعل وناس تاني بتقول الموضوع كله فيك او الموضوع كله هزلي وغلط في غلط. الاغرب من ده كله ان انت بتيجي في الاخر بتتنازل عن الشكوى اللي انت عاملها، وده الامر اللي محدش قادر يستوعبه لغايه دلوقتي. لما بتروح تعيط وبتقعد تحت رجليها وبتقول لها سامحيني على اللي انا عملته، هنا بقى في سر في الموضوع. يبقى فعلا الكلام اللي كما بيقال عليه، الا وهو ان هي طلبت الطلاق منك وانت بعدها على طول عاوز توديها في مكيده معينه، علشان كده عملت الليله دي كلها والسيناريو والسكريبت ده كله علشان تطلع او تشوه سمعتها في المقام الاول. في نقط كتيره مش فاهمينها، وفي نقط كتيره كل شويه بتبان خطوه بعد التانيه، ولكن في المجمل ده الخبر اللي تصدرته وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيره وفي الايام الاخيره، وكل يوم والتاني بتطلع منه خبر جديد وبينبثق من تحته برضو اخبار جديده. ولكن في المجمل الحقيقه هتوه ما بين مؤيد وما بين معارض. في المجمل حضرتك والزوجه لو مفيش وفاق ما بينكم وما بين بعض وطلبت من حضرتك الانفصال حتى في وجود اطفال، اول كلمه تقولها لها علشان كرامتك المفروض اتفضلي، حق العشره والحق الطيب ان انت تسيبها في حالها مادام مش متقبلاك. ومادام مش متقبلاك كمان كراجل في حياتها، يبقى انت المفروض يبقى عندك كرامه وعندك نخوه، سواء كنت مخرج، كنت مهندس، كنت دكتور، كنت مدرس، كنت اي وظيفه كانت. في المجمل مادام عندك كرامه معينه، المفروض ان انت تترك زوجتك على طول وتخليها تعيش في حال سبيلها. ولكن العيشه بالاجبار ممكن تعمل حاجات اكتر من كده بمليون مره، وممكن تؤدي كمان لعمليه قتل. ما بنتكلمش في الموضوع ده تحديدا، احنا اتكلمنا في المواضيع وتفاصيلها والتحاليل لسه هنستناها بكره وبعده، ولكن زي ما بنقول الحقيقه هتوه ما بين مؤيد وما بين معارض. ولازم نعرف حاجه معينه، ان تشويه سمعه الناس مش حاجه سهله، ولازم في يوم من الايام الحقيقه تطلع كامله. وفي المجمل هنعرف بعدها كمشاهدين وكناس بنتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، نعرف نجيب الحق للناس دي شكله ايه. ملناش دعوه بالحكومه وملناش دعوه باي حاجه، احنا بنتكلم في التشهير وقذف المحصنات وحاجات من كده كتير. ولكن في المجمل لقيت ان زوجتك مش متقبلاك، انفصل عنها.
ولكن الفضيحه او معالجه الامور في حاجات زي كده بتبقى اوحش واوحش واوحش. هتظهر الحقيقه لريم الرياحي اليومين اللي جايين، وهنعرف الدنيا كلها رايحه فين خطوه بخطوه، ومتابعين الموضوع لغايه لما نعرف الحقيقه الكامله. السلام عليكم.